بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه بالطبق الجميل بتاعنا ده. بنجيب الكبة بتاعتنا، معايا فصين توم، بحط معاهم قرنين فلفل حار. الوصفة دي جميلة وهي مشطشطة كده. معايا كمان قرن فلفل احمر بارد وطماطمية واحدة. بقطع كل الكلام ده مكعبات وانزل بيه في الكبة. الوصفة دي يا بنات جميلة في فطار، جنب غدا، يوم زهقانة كده تعملي الطبق الجميل ده جنبه حبة بطاطس محمرة واي كلام. يعني هو الطبق يتاكل لوحده الصراحة. يعني بعصر معاهم ليمونة كبيرة، عصير ليمونة حلوة كده، ما بحبش احط عليه خل. التوابل بتاعتي معلقة ملح، نص معلقة كمون، ونص معلقة كزبرة ناشفة، مش اكتر من كده. ريحة الخلطة دي يا بنات حاجة كده عظمة. الخلطة دي لو تاخدي منها معلقة تحطيها على طبق الفول، حاجة عظمة. بضرب الكلام الجميل ده كله مع بعضه ضرب، يا دوبك كده ضرب متقطع، مش عايزاه يتعصر، انا عايزاه يبقى مفروم فرم ناعم. مش قادرة اقول لكم على جمال الطبق ده يا بنات. انا وعيالي كنا بنتخانق على الطبق ده. زي ما انتوا شايفين كده بعصر الليمونة، ليمونة حلوة كده. في الوقت ده كده انا ولعت على الطاسة بقلي البتنجان. البتنجان انا بسخن الزيت كويس، وبعدين انزل بالبتنجان اهدي عليه النار. سوي البتنجان على نار هادية هتلاقي احلى بتنجان. وخصوصا بقى لما تجيبي البتنجانة الحلوة الكبيرة شوية دي، ما تجيبيش الرفيعة. اما بتكون مليانة كده بتبقى فيها لحم كده وجميلة. ببدأ احشيه وهو سخن، هو كده لسه طالع من الطاسة. حتى انا ما كنتش مستحملة ان انا اعمله بايديا، بقيت زي افتحه بالشوكة كده. وتدخلي بقى التتبيلة كده في اللحم بتاعه. مش قادرة اوصف لكم على جمال الطبق ده. يعني انا وانا بتفرج على الفيديو معاكم دلوقتي جوعني بجد والله يا بنات. الطبق ده مش محتاج اي حاجة. انا يومها عملته وحمرت جنبه مكرونة وسلقنا بيض وحمرنا بطاطس. بقى سابوا الاكل وبقوا يتخانقوا على طبق البتنجان. بجيب معايا بقى هنا الطماطمية القمر دي اساسي كده، لازم احطها في طبق البتنجان عشان الكل يتخانق عليها. الوردة الجميلة دي انا ما بقطعهاش للاخر، انا يا دوبك بفتحها وبسيب من تحت مقفولة زي ما هي اهي. وابدأ احط الخلطة جواها زي ما انتوا شايفين كده. ورغيف عيش سخن بقى وعيشي بقى. اتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي دي، يا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.